السلام عليكم. في واحد اسمه اكسلانس معروف عنه انه بيعمل فيديوهات وحاجات جريئة. جاب مجموعة من انواع شركات العسل اللي موجودة في مصر وليها اسم وشهرة، وراح حللها في معامل وزارة الصحة حسب كلامه، وقال لك ان العسل ده كله ايه، مغشوش ومش سليم وفيه مية وفيه مضاف ليه سكر. قال شوية حاجات احنا ما نفهمش فيها كمواطنين، بس هو اثار بلبلة في مصر جامدة جدا. والحقيقة في رئيس النحالين بدأ يتحرك ويقول لك إن كل المعلومات اللي بيقولها دي غير دقيقة وغير صحيحة، وإن في نسب، يعني في عسل أعشاب وفي عسل مش معمول من الأعشاب، معمول من الزهور مثلا، فده ليه نسبة في السكر وده ليه نسبة في السكر. هو جايبها عامة، قال لك لا، رجع الاكسلانس قال لك لا، احنا النسب ديت احنا بندي العسل لوزارة الصحة هي تحلله وتقول لنا ده عسل ايه، هم اللي يعرفوا ده اعشاب ولا مش اعشاب، ولا زهور ولا ايه بالظبط، ولا هو برسيم ولا. طب انت يا عم عملت حلقة زي ديت، انت ما كنتش عارف ان صداها هيأثر على النحالين في مصر والناس اللي شغالين في الموضوع ده هم بملايين، يعني في كذا يعني آلاف البيوت مفتوحة بسبب ايه، عسل النحل. فانت لما تيجي تقول لك ان كل العسل بتاع الشركات الكبيرة في مصر مغشوش، طب انت سبت ايه للصغير؟ ولما تيجي تبص على الوضع دوت تلاقي ان انت دمرت بيوت وقفلت بيوت من غير علم، من غير حقيقة. حتى انت ما قلتش اسم الشركات ايه اللي انت جبتها، انت عملت بلبلة في مصر من غير ما تجيب اسم. انت عملت خطورة، انت مش فاهم انت بتعمل ايه. يعني لما تعمل فيديو زي ده تقول كل العسل مغشوش وجايب معاك ادلة، طب اسم العسل ده ايه؟ واحنا ايه عرفنا ان العسل ده اتفتح وانت اللي فاتحه؟ يعني العسل ده انت اللي فاتحه بايدك، ما شفناهوش وهو متغلف وانت بتفتحه. احنا ايه ضمننا ان انت ما عملتش فيه حاجة او هو بايظ وانت رحت حللته وقلت انه بايظ او في نسبة سكر عالية؟ لا، اللي مش انت اللي تعمل كده. عندك حاجة وعرفت ان هي فعلا غلط، قدم بلاغ ويتحقق في البلاغ، لو طلع كلامك صح اعمل فيديو، يبقى انت مشيت حسب القانون، مشيت صح. اما انت كده بدأتها ان انت دمرت منتج مصري مشهور عالميا وبنصدر منه بالملايين. طب ليه احنا لو هو كان منتج زي ما انت بتقول مش عسل صح، حد كان يستورد مننا حاجة؟ حد كان قال لنا هات لنا عسل من عندكم؟ احنا احسن عسل في العالم، بقول لك في العالم. العسل بتاعنا مشهور جدا. تيجي انت تقول لا ده عليه سكر عليه كذا، طب ما الناس دي عندهم ناس بيحللوا، الناس دي ما ياخدوش منك الحاجة الا لو كانت ايه 10 على 10. ده في منتجات ممكن بترجع لو هي بس يعني حسوا ان عليها شويه تراب ولا مش مغسوله حلو ولا اي حاجه بترجع، اما العسل بتاعنا بيتصدر لكل دول العالم. علشان كده ارجع واقول لما نعمل فيديو ولا حاجه زي كده اعرف مداها وتاثيرها، مش علشان نجيب لايكات ونجيب فيوهات ونجيب مشاهدات ندمر صناعه محليه زي دي. ده الشعب المصري كله عايش على العسل يا عم. اه في ناس بتغش موجودين في كل العالم موجودين، ده انت لو طلعت بره ورحت يمين ولا شمال هتلاقي كله بيغش، بس في ناس عندها امانه وناس عندها اخلاق وناس بتخاف ربنا وبيعملوا حاجه 10 على 10. اتقوا الله في الفيديوهات اللي انتوا بتعملوها، مش علشان الشهره والدعايه نبوظ مصانع فاتحه بيوت، مصانع فاتحه بيوت. وانت اذا كنت ما تعرفش العسل ده عليه سكر ولا لا، او حلو ولا وحش، في مراقبه من الحكومه؟ انت بتحسب الحكومه سايبه الشركات تشتغل لوحدها من غير ما بتراقب؟ لا، في مراقبه، ده في مراقبة رهيبة عليهم. شوف عملوا ايه في بعض المحلات الحلويات اللي في الفترة الأخيرة قفلوا لهم فروعهم كلها عشان يتأكدوا ان هم ماشيين صح. تيجي انت تقول لا، مش عسل كويس وعسل مغشوش، انت انت كرهت الناس في عيشتها كده. ده اكتر اطفالنا عايشين على العسل ده. على العموم نفكر قبل ما نعمل فيديو زي دوت يبوظ الدنيا. وهقول كلمة للشعب المصري، انتوا بتشتروا من ناس واثقين فيها، واللي يشتري من واحد واثق فيه ما يبصش يمين ولا شمال، لانه حط ثقته في ربنا ثم في الراجل ده. ومصانعنا ورقابتنا ووزارة الصحة هتتكلم وهتتدخل في الموضوع ده قريب، وهتطلع تصريح وهتقول العسل بتاع شركات مصر الكبيرة دي عسل كويس ولا لا،
ولو طلع كلامك غلط هتتحاسب محاسبة ما يعلم بها الا ربنا. اولا حسابك من ربنا، ثم حسابك من الحكومة بإذن الله. راعي ربنا في اللي انت بتعمله، حتى لو معاك دليل، حتى لو معاك دليل فكر ان قدم شكوى وشوف هتوصل لغاية فين في الشكوى دي، وبعد كده اعمل الفيديو. تحياتي ليكم، السلام عليكم.